في تاريخ كرة القدم الأفريقية ما عمرنا شفنا شيء زي كده، إنه يتم سحب لقب من منتخب فاز فيه وتوج فيه بشكل رسمي. قصة اليوم صادمة وغريبة، وما قلبت موازين البطولة وبس، لا، بل فتحت الباب على أسئلة كبيرة ومهمة عن إدارة اللعبة في القارة كلها. تخيلوا بس، البطل يتغير بعد شهرين كاملين من صافرة النهاية. هذا المثل المغربي هو يمكن ملخص كل الحكاية. المعركة ما كانت في الملعب وبين اللاعبين، لا، المعركة الحقيقية انتقلت للمكاتب بين المحامين وعلى ورق القوانين واللوائح، وهناك كان القلم هو صاحب الكلمة الأخيرة. نعم، هذا هو الخبر اللي هز عالم الكرة الأفريقية، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي نعرفه كلنا باسم الكاف يسحب اللقب من منتخب احتفل فيه أصلاً ويعطيه لمنافسه. هذا قرار تاريخي، قرار ما له مثيل، وبطبيعة الحال فتح باب جدل كبير جداً. طيب، عشان نفهم القصة المعقدة هذه خلونا نمشي فيها خطوة بخطوة. رح نبدأ بالقرار الصادم نفسه، وبعدها نرجع لأحداث النهائي اللي صار عليه كل الجدل، ونشوف الحجة القانونية اللي غيرت كل شيء، ونسمع ردود الأفعال من الطرفين، وفي الأخير رح نشوف لوين وصلت هذه المعركة القانونية. إذن نبدأ بالجزء الأول. هنا بدأت القصة الحقيقية، مو في الملعب، لا، بدأت بقرار إداري. قرار نزل بعد شهرين كاملين من احتفالات السنغال بالفوز باللقب. وهون نشوف التناقض الكبير اللي هو أساس القضية كلها. المشهد الأول، السنغال تحتفل بالكأس على أرض الملعب. المشهد الثاني، بعدها بشهرين، الكاف يعلن المغرب هو الفائز بنتيجة 3-0، وبالتالي هو البطل الجديد. يعني الصورة انقلبت 180 درجة. طيب، عشان نفهم كيف وصلنا لهذه النقطة لازم نرجع بالزمن شوي، لازم نرجع للمباراة النهائية نفسها. هناك بدأت الشرارة الأولى لكل اللي صار بعدها. الاتحاد المغربي بنى كل استئنافه على كم لحظة صارت في المباراة. يعني المباراة توقفت شوي ولاعبين السنغال احتجوا بقوة على قرارات الحكم. وقتها يمكن الكل شافها مجرد احتجاجات عادية في مباراة نهائية مشحونة، لكن هيدي اللحظات تحديداً هي اللي صارت الدليل الأساسي في القضية. ومن هون القصة تأخذ منحنى ثاني تماماً. نترك الملعب وأجواءه وندخل في عالم القوانين واللوائح والمكاتب. هذا هو الجزء اللي يوضح لنا بالضبط كيف قدر القلم يتغلب على القدم ويغير بطل قارة بأكملها. كل شيء كان يتمحور حول مادة قانونية واحدة، المادة 82. لجنة الاستئناف في الكاف فسرت توقف المباراة واحتجاج لاعبين السنغال على أنه انسحاب من اللعب بدون إذن الحكم، وهذا طبعاً يعتبر مخالفة صريحة لهذه المادة. طيب، وإذا الفريق خالف المادة 88 وش يصير؟ هنا تيجي المادة 84 وتوضح العقوبة بكل بساطة. الفريق يعتبر خسران المباراة 3-0، ومن هنا بالضبط جاء القرار اللي أعطى اللقب للمغرب، وفوقها ممكن تكون في عقوبات زيادة كمان. لكن القصة فيها تفاصيل غريبة. يعني على الرغم من أن الكاف قبل استئناف المغرب ومنحه اللقب، إلا أنه في نفس الوقت فرض عليه غرامات مالية كبيرة 160 ألف دولار بسبب أشياء صارت من جمهورهم، مثل استخدام الليزر والاعتراض على الفار. هذا الشيء يخلي الموضوع معقد أكثر. طبعاً، قرار تاريخي مثل هذا كان لازم يثير عاصفة من ردود الأفعال. الأجواء كانت منقسمة تماماً، احتفالات كبيرة في المغرب، وفي المقابل شعور بالظلم والغضب الشديد في السنغال. في الجانب المغربي كان الشعور هو شعور بالانتصار وأن العدالة تحققت. المشجعين مثل رفيق شافوا أنه إصرار اتحاد الكرة تبعهم على حقه هو اللي جاب اللقب في النهاية، وكأنه تحقيق للمثل اللي يقول ما لا يأتي بالقدم يأتي بالقلم. على الجانب الثاني في السنغال كان الرأي مختلف تماماً. أسامة هنا يعبر عن رأي كثيرين هناك. بالنسبة لهم البطل هو الذي يرفع الكأس في الملعب، والتاريخ هو الذي راح يحكم، واعتبروا اللي صار مجرد تشويه للنتيجة الحقيقية. صوت اللاعبين أنفسهم كان له صدى كبير. النجم السنغالي الكبير ساديو ماني عبر عن استيائه بصراحة، وقال إن اللي صار تجاوز كل الحدود، وإن القرارات صارت تتخذ خارج الملعب، وهذا يهدد اللعبة نفسها. لكن هل القصة انتهت عند قرار الكاف؟
لا أبداً، الاتحاد السنغالي ما استسلم وقرر ينقل المعركة لمستوى أعلى، مستوى دولي، وهذا فتح فصلاً جديداً تماماً في القضية. الخطوة التالية كانت حاسمة جداً. تم تقديم استئناف رسمي لأعلى هيئة قضائية في عالم الرياضة، محكمة التحكيم الرياضي أو كاس، لمقرها في سويسرا. قرارات هذه المحكمة نهائية وملزمة للجميع. والآن السؤال اللي كل عشاق الكرة الأفريقية والعالمية ينتظرون إجابته هو: هل محكمة كاس رح تلغي قرار الاتحاد الأفريقي وترجع اللقب مرة ثانية للسنغال؟ فيه بصيص أمل للسنغال. نعم، هذه المحكمة معروفة بأنها مستقلة وعندها تاريخ في إلغاء قرارات للكاف. يمكن أشهر مثال هو لما ألغت قرار كان يمنع أسطورة الكاميرون سامويل إيتو من الترشح للانتخابات. هذا يثبت أن قرارات الكاف مش دايما هي الكلمة الأخيرة. في النهاية، القصة هذه أكبر من مجرد مباراة ولقب. هي تثير سؤالاً أعمق، مثل ما لخص واحد من المحللين: هل إحنا قاعدين نشوف حلقة جديدة من مسلسل الارتباك المزمن في طريقة إدارة كرة القدم في أفريقيا؟ سؤال مهم يخلينا نفكر بجدية في مستقبل اللعبة في القارة.